السلام عليكم. من اشهر المنصات عندنا يوتيوب وفيسبوك، ما بقاش عندها كلام غير تطبيق الهوك بول والناس اللي اتقبض عليهم من النصابين اصحاب التطبيق. الناس الضحايا اللي اتنصب عليها في التطبيق، هل فلوسها ممكن ترجع لها؟ وهل في جريمة اصلا لمثل هذه الافعال يتعاقبوا عليها؟ وايه العقوبة المقررة في مثل هذه الجرائم؟ كمان السؤال اللي بيسأله بعض الناس، امتى الدعوة الجنائية ممكن تنتهي في الحالة اللي زي ديت؟ كمان السؤال اللي بيتردد على منصات اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات من بعض الأشخاص اللي بيقولوا إن التطبيق اتقفل بموافقة الدولة، وقالوا كمان إن الدولة هي المسؤولة عن إنشاء التطبيق، وبعد ما لموا الفلوس وعملوا السبوبة فالحكومة قفلته. طبعا كلام غير منطقي، بس احنا هنجاوب عليه إن شاء الله، وهنعرف كمان نتائج الكلام اللي هو يعني المش تمام ده، هنعرف النتائج بتاعته أو العقوبات المقررة عليه. اول حاجه، الموضوع انا حبيت اتكلم عنه في فيديو لان في واحد صاحبي امبارح، حابب اذكر اسمه يوسف جمال، كلمني عنه وقال لي ان في واحد جاري من اسكندريه اتنصب عليه في الابليكيشن، فممكن تكلمنا عن الاجراءات القانونيه اللي ممكن يعملوها ولا لا؟ طبعا النهارده ان شاء الله الرد بتاعك اهوت يا عم يوسف عشان تعرف جارك. اول حاجه، فكره التطبيق قايمه كالتالي. الفكرة بتاعتها ان انت شخص معاك فلوس ممكن تكون بسيطة، زيادة عن حاجتك دلوقتي، وبس عايز تكبرها. فقلت ايه؟ قلت ان الفلوس ديت مش هتقدر ان انت تحطها في البنك علشان مش هتجيب لك المبالغ اللي بالك منها. فسمعت من خلال حد، او انت بحثت بنفسك يا اما على اليوتيوب او على الفيسبوك عن طريق مشاريع تضيف فيها فلوس. المهم ظهر ليك اعلانات او ظهرت ليك فيديوهات لناس بتروج عن الفكره بتاعه الابليكيشن، وانت حبيت الموضوع. اوهموك بطرق غير مباشره او بطرق مباشره بان الموضوع مربح جدا، وان الموضوع فيه ثقه كبيره، وان الموضوع يعني فيه زياده اطمئنان، وان الناس مجرباه والناس بتكسب، دون ادنى شك بانك انت اصلا تبحث عن ان الفكره اساسا ممكن تكون التطبيق بيدفع فلوس لناس تشتغل عنده علشان تطلع تروج وتقول ان احنا بنكسب. ده غير ان ممكن اساسا بدون ما يدفع فلوس لحد، ممكن يكون الناس دي دخلت التطبيق في اول الاشخاص واتنصب عليهم، وعلشان يكملوا مصلحتهم انهم يحصلوا على الفلوس اضطروا ان هم يشتغلوا مشرفين وينصبوا على غيرهم، زي موضوع التسويق الشبكي لو حد يفتكره من حوالي 10 سنين او اكتر من كده، كان شغال في مصر برضه. فالفكرة بتاعتنا اول حاجة النصيحة، ما تحطش فلوسك في اي مكان بطرق الوهم ان انت هتكسب بطريقة سهلة جدا. دايما طالما معاك فلوس حابب انك تشغلها وحابب ان انت يعني تكبرها، تسأل في المجال اللي انت رايح تشتغل فيه. ما عندكش خبرة في مجال معين، اسأل فيه اهل العلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسألوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون، فآية اخرى فاسألوا اهل الذكر. يبقى في آية بتدل على ان انت لازم تسأل، سواء كان اهل الذكر او اهل العلم، الموضوع معناه واحد، يعني ان انت تروح تسأل اصحاب المتخصصين طالما ان انت ما عندكش المعلومة الكافية في التخصص اللي زي ده. مبدئيا كده فكرة التطبيق زي ما احنا قلناها تعرفنا عليها، قايمة على ان انت بقى قالت ان احنا هنصطاد في الماء العكرة. لا احنا طالبين منك اوراق نعرف سنك، او نعرف ان انت ساكن فين، او نعرف ان انت راجل موظف او غير موظف، او ان احنا حتى نعرف ان انت ليك دخل ثابت او مش ثابت، او نعرف حتى الحد الادنى للدخل اللي انت بتجيبه في الشهر. قالت لك احنا عايزين اي حد معاه شوية فلوس يشغلها، كبيرة او صغيرة، يعني ما حطيتش حتى نسبة معينة ان انت تشتغل بيها، لا ده الموضوع بدون تمييز، اي حد يمكن ان هو يدخل الابليكيشن وبلا اي شروط. الفكرة دي يا جماعة بقى اسمها توظيف اموال عامة. طالما ان الاعلان عن الابليكيشن تم اظهاره واعلانه للجمهور بلا اي تمييز، فده بيتسمى في القانون توظيف المال العام. خلاص يا جماعة، اذا يبقى ده جريمة ايه بقى؟ جريمة احتيال وتوظيف مال عام. خلاص. طيب المادة المعاقبة عليه هي المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، وهو القانون الخاص بتجريم توظيف المال العام من غير المرخص ليهم بكده. مين هم المرخص ليهم يا جماعة؟ لو انت عايز تعمل شركة توظيف مال عام لازم تبقى راجل مقيد ومسجل في السجل الخاص بالهيئة العامة لسوق المال. لازم كده، يعني في إجراءات معينة تبقى مطبقة عليك وبتخضع للقانون ده. فأي حد
ما عندوش الاجراءات ديت وما بيعتبرش من الشركات بتاعه توظيف الاموال العام، بيعاقب بالماده 21 اللي احنا لسه بنقولها دي. الناس ديت طبعا مش قانونيين وليسوا شركه توظيف مال عام، اذا هيعاقبوا بالماده اللي احنا لسه قايلينها. الماده دي يا جماعه مش شرط على فكره، حاجه بسيطه، مش شرط ان انت لازم تعاقب بقانون العقوبات. في ناس تقول لك ايه، طالما ما فيش ماده في قانون العقوبات بتنص على كده يبقى ما فيش جريمه. لا، ده كلام غلط يا جماعه. في قوانين خاصه في مصر بيتم تطبيقها على فاعل الجرم ده او المخالف للماده دي، فهنا اللي هيطبق عليه الماده 21 من قانون تجريم توظيف المال العام لغير المرخص به، مش قانون العقوبات المصري. تمام. المادة دي حطت لنا عقوبة تصل ل 15 سنة سجن مشدد، ومش بس كده، أو الغرامة بمبلغ بيبدأ من 100,000 جنيه وممكن يصل لمضاعفة المبلغ المطلوب تسديده. يعني إيه مضاعفة المبلغ المطلوب تسديده؟ يعني ممكن يتحكم على الأشخاص النصابين دولت لو افترضنا إن التهمة الموجهة ليهم هو النصب على المصريين بمبلغ 19 مليون أو 20 مليون وليكن مثلا. المبلغ ده اللي هو 20 مليون المتوجه ليهم ان هم نصبوا فيه على المصريين بيه، المبلغ ده ممكن المحكمة تحكم عليهم بتهمة المضاعفة، يعني يوصلوها مرتين لغاية 60 مليون جنيه، يبقى يتضاعف مرتين. خلاص كده؟ طيب مين اللي هيبقى متخصص من المحاكم المصرية؟ هتبقى محكمة الجنايات الاقتصادية، لأن ده فلوس، يبقى المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات الاقتصادية. طيب الدعوة الجنائية في الجريمة اللي زي دي ممكن تنتهي امتى؟ تنتهي لو ان الناس المطلوب منها اللي هم المجرمين المطلوب منهم بتسديد المبلغ المطلوب ممكن سددوه اثناء التحقيق، يعني ولسه النيابه بتحقق معاهم، او حتى بعد انتهاء التحقيق وتم احالتهم للمحكمه ممكن يدفعوا الفلوس، وفي الحاله من ديت بتنتهي الدعوه الجنائيه وما يتحكمش عليهم بالسجن. خلاص، يبقى لو هم دفعوا الفلوس في اي مرحله سواء كانت مرحله التحقيق او مرحله المحاكمه ممكن ان هم ما يتسجنوش. طيب هل بقى ندخل بقى في الحته المهمه جدا، انت دلوقتي راجل اتنصب عليك وسمعت ان الناس دي هتتقبض عليهم، انا استرجع فلوسي ازاي؟ طبعا احنا عندنا قاعده بتقول ان جميع الامور اللي احنا عايشينها في حياتنا كلها مبنيه باسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما اخذ الا ايه؟ لله، وما اعطى الا له، وكل شيء عنده باجل ايه؟ مسمى. اي حاجه عندك بتحصل معاك في حياتك هي كلها اسباب من ربنا سبحانه وتعالى، بتعتبر اختبار، ولذلك انت لازم تاخد سبب انا بوجهك ليه، هو انك تعمل بلاغ في الاداره العامه لمباحث الاموال العامه. يبقى لازم تعمل بلاغ هناك. طب تقول لي اجراءاته او كيفيته تعمله ازاي؟ ممكن تكلمني على الواتس او من خلال الفيس وانا اقول لك الاجراءات او الكيفيه بتاعته، وان شاء الله ما ضاع حق وراءه مطالب. طالما بتدور على حقك فان شاء الله حقك مش هيروح. بنصل للحاجه الثانيه، الحاجه المهمه جدا، الناس اللي بتقول ان الدوله او الحكومه هي اللي ورا موضوع اغلاق الابليكيشن في التوقيت ده، وهي اصلا هي اللي عملت التطبيق. والكلام ده يا جماعه منشور دلوقتي في التعليقات، وتقدروا انتوا تشوفوا بعينيكم في مثلا فيديو كده منشور اسمه ده على اليوتيوب لعمرو اديب وهو بيتكلم مع ضحيه من احد ضحايا الابليكيشن. فالناس بتقول ان فكره اغلاق التطبيق دلوقتي هي الحكومه. يا جماعه دلوقتي الحكومه عامله لجان رصد ومراقبه علشان ترصد الناس اللي بتغلط فيها او بتوجه تهمه معينه لجهه سياديه معينه في الدوله وتعاقبها، لان ده غلط طبعا. وانت اصلا غلط اللي انت بتعمله ده غلط. اولا في الاسلام عندنا قال الله سبحانه وتعالى ان الظن لا يغني عن الحق شيء. يعني انت عندك دليل على الكلام ده؟ لا طبعا. ده غير كمان القرآن بيقول لك يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لازم تتبين. فانت لو شخص شفته في تعليق ماشي قال الكلام ده، انت كمان ما تفضلش ماشي ومستمر عليه، لان انت ممكن تتحط في غلط وتتعاقب على الكلام ده وتبقى عقوبة بالفعل وتتسجن بسبب ان انت فضلت ماشي ورا كلام باطل. تمام كده؟ فما تتبعش الباطل وما تتبعش غير الصحيح. اما الرد عليه منطقيا ان الحكومة ممكن تعمل الكلام ده اهبل وعبيط من الاخر. يعني ليه الكلام ده اهبل وعبيط؟ لانه خارج تماما عن الصحة. اصلا المال العام ده مطلوبة الحكومة منها ان هي تحافظ عليه، وكمان هي مطلوب منها ان هي تديره بالاداره الصحيحه، وكمان توجه اوجه الانفاق، يعني توجه الناس ازاي تنفقوا، وتوجههم ازاي توجه المال ده في اقتصاد، في انهي اقتصاد، يعني تقول لهم انتوا تستثمروا فلوسكم دي ازاي. يعني متخيل المال العام الحكومه مطلوب منها كل الحاجات اللي انا لسه قايلها لك، كمان مطلوب منها ان هي تعاقب اي حد تسول له نفسه ان هو ممكن ياخده بدون وجه حق. وما تنساش ان اصلا اخذ مال الغير واكل مال الغير بالباطل
بيعتبر عقوبة ربانية هي النار. ايا كانت انت حكومة او غير حكومة او شخص عادي هيتعاقب، يعني في ده طبعا يوم الاخرة انا بقول لك عقوبته في النار. خلاص. فالمال العام يا جماعة في الاسلام حرمته وصلت او تكاد تكون، مش عايز اقول تكاد تكون، وصلت لحرمة الشيء المقدس. متخيل؟ احنا عندنا في الاسلام من الاشياء المقدسة كما نعلم الكعبة المكرمة. تخيل ان ممكن تكون حرمة المال العام وصلت كأنك راح تعتدي على الكعبة المكرمة. انت بقى عارف يعني ايه الناس اللي قبل كده، يعني حسب القرآن ما قال لنا ان اصحاب الفيل اللي جم قبل كده اعتدوا على الكعبة المكرمة. شفت ايه اللي حصل فيهم؟ المال العام من كتر الحرمة بتاعته او كبر الحرمة بتاعته وصلت تكاد تكون لحرمة القداسة. خلاص. فان شاء الله حقك هيرجع لك. تمام. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم هل ممكن الناس اللي فلوسها اتقبض عليها ديت، الناس اللي هم اصحاب الابلكيشن اتقبض عليهم، والناس اللي هم الضحايا اللي ليهم فلوس عندهم، هل الفلوس دي ممكن يتم رصدها وما ياخدوش حاجه؟ هنجاوب عليه في فيديو تاني خالص. تمام. ان شاء الله الفيديو ده لو عجبك ما تنساش ان انت تشاركه على اي منصه عشان الناس تشوفه. شكرا.